جيرالد فورد حاملة الطائرات الأمريكية تم رصدها وهي تعبر من مضيق جبل طارق في طريقها إلى السواحل في البحر المتوسط. أمريكا بتطبق نظرية المطرقة والسندان على إيران. جيرالد فورد موجودة في البحر المتوسط قبالة سواحل غزة. إبراهام لينكولن موجودة في بحر العرب أو عند مضيق جبل هرمز. من فوق من الشمال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس موجود في أرمينيا وأذربيجان ب 31 طيارة استطلاع من الحجم الكبير الجامبو اللي بتشيل 80 طن، واللي توجهت من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية موجودة في أوروبا اللي هي ألمانيا. ومن الجنوب موجود القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط زي قاعدة العديد. لما تشوف ان بيتم افراغ القوات الامريكيه من قاعده العديد، ده معناه ان هم بيتاهبوا. انت ما بتسحبش قواتك الا عشان معركه كبيره. وتم ايضا نشر منظومه الدفاع الجوي الامريكيه اللي هي الساد علشان اي هجوم من ايران. ولكن الخطر الاكبر على ايران في هذه الحرب مش حاملات الطائرات الامريكيه، ولا تطويق ايران بالمطرقه والسندان، ولا العقوبات الامريكيه. الله، امال ايه يا كينج الخطر الاكبر على ايران في هذه الحرب؟ تك تك الوقت خطير جدا ضد ايران. الله، ليه يا كينج؟ لانه كلما يزيد الوقت كلما تزداد تكلفه تحريك امريكا لقطاعها البحريه العسكريه. يعني لن يرضي امريكا بكره اللي بيرضيها النهارده. امريكا بتسكويز ايران، بتعصرها، عايزه تطلع منها اكبر استفاده ممكنه في صفقه تضمن لامريكا النووي والصواريخ والصين، والا فالحرب. كل ما ايران بتتاخر في الحرب بتزداد تكلفه القطع العسكريه الامريكيه. حامله الطائرات الامريكيه بتتكلف كل يوم 3 مليون دولار، يعني في الشهر 90 مليون دولار، يعني في السنه مليار دولار وشقلب وقلب. كل ما حامله الطائرات موجوده في الشرق الاوسط بتعد فلوس على امريكا، وامريكا نهايه المعركه بالنسبه لها لازم يكون حاجه اعلى بكتير جدا 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 من تكلفه تحريكها للقطع العسكريه بتاعتها. اخطر حاجه ضد ايران هي الوقت، زي ما اخطر حاجه في حرب العرب ضد الكيان هي برضه الوقت. زمان كنا احنا كعرب بنلاقي من الكيان الجيل الاول اللي هربان من الحرب العالميه الثانيه، جيل متمرس في الحروب، لكنه جيل جاي وعارف ان هو بياخد ارض مش ارضه. لكن دلوقتي احنا بنحارب الجيل الرابع والخامس والسادس، اجيال اتولدت في ارض فلسطين. ارض فلسطين بالنسبه لها بقت هي كل حياتها، هي دي الارض اللي شافوها، اتربوا هنا، عاشوا هنا، خلفوا هنا، دخلوا مدرسه هنا، حبوا هنا. فكل يوم بيزدادوا تعلقهم بالارض، كل يوم بتزداد تشبتهم بالارض. كل يوم بنلاقي طفل فلسطيني او مراهق فلسطيني متشبت بالارض، وفي نفس الوقت شاب من الكيان برضه متشبت بالارض. الوقت، الساعه الرمليه. ايران مش بس بتواجه امريكا، ايران بتواجه فاتوره كبيره جدا 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 عليها ان تدفعها، سواء كان ده في اتفاق او في حرب. امريكا لن ترضى ابدا 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 بانها تحرك قطاعها العسكريه وتاخد حاجه اقل من اللي هي محتاجاه، مستحيل. وهنا لازم نرجع بالاذهان الى الفرق ما بين مخاطره الكينج وتحليل الكينج. انا اعلم تمام العلم ان في ناس قاعده تترصد للاخطاء، ده طبيعي جدا. انا مش هعجب الناس كلها ولا هكون على كيف الناس كلها، ولكن الحمد لله بفضل الله الكينج لما يطلع يقول لك ان هو بيخاطر بكل تاريخه في السياسه والعبقريه دي حاجه، وانه لما يطلع يحاول يتوقع لك او يتنبأ لك او يستشف لك حاجه بتدور في اروقه المخابرات العالميه، دي حاجه تانية. التوقع حاجه والمخاطره حاجه. لما اطلع اقول لك ان انا بخاطر يبقى انا متاكد 100% ان الحاجه دي هتحصل. عشان كده لم اخاطر بكل تاريخي في السياسه والعبقريه الا في حاجه واحده بس، لما قلت لك ان امريكا مستحيل تضرب الكيان، تضرب ايران وفي مظاهرات. مستحيل، وقد كان عكس كل المعطيات وكل التحليلات العالميه. لكن لما اطلع اقول لك دلوقتي ان في نسبه حوالي 95% ان امريكا تضرب وفي 5% ما تضربش، فيطلع واحد يقول لي كينج انت قلت ان هم يضربوا بعد 48 ساعه، ما ضربوش ليه؟ هو انا كنت قاعد معاهم؟ يلا،
هو انا بتنصت عليهم بجد؟ انت فاكر انا بتنصت عليهم بجد؟ انت عبيط يالا. انا طبعا مش مستغرب من حاجه زي كده، لان للاسف الشديد الناس مش عايزه تتعلم، الناس عايزه تقيم، الناس عايزه تدخل الناس المحاكم، الناس عايزه تدخل الناس قفص الاتهام. الكينج ده صح، الكينج ده غلط، الكينج بيقول حاجات حلوه، الكينج ما بيقولش حاجات حلوه. خصوصا ان انا شخص معتز بنفسي، معتز بديني، فده بيعمل مشاكل كتيره جدا عند بعض الناس. بعض الناس للاسف الشديد ما يعرفوش الالف من كوز الذره، لكن على الرغم من ذلك بيجدوا في لنفسهم الحق ان هم يقيموا شخص زيي. كينج الناس، كينج العالم. للاسف الشديد نوع من انواع ان للاسف في ديمقراطيه في هذا العالم، هناك ديمقراطيه في هذا العالم، لدرجه ان هذه الديمقراطيه تسمح بان كينج الناس، كينج العالم، اخطر واذكى رجل عرفته البشريه على مر تاريخها قد يكون تحت طاوله المساءله او التقييم. القطع العسكريه الامريكيه تتحرك بسعر كبير جدا، وعلشان امريكا تسحب هذه القطع لازم يندفع ثمن البنزين اللي اتحركت بيه، وثمن الجنود، وكمان ترضيه كبيره جدا لا تنفك عن كونها ان تكون عصره خطيره جدا للصين. واوعى تعتقد في مخيلتك ان الصين او روسيا هيتحركوا ضد امريكا عشان ايران، بلاش خيابه. بل ان روسيا في تحركاتها الاخيره توحي بانها قد تاخذ جانب امريكا ضد الصين، لان امريكا فاهمه كويس جدا 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 ان اكبر خطر عليها هي الصين، وروسيا فاهمه كويس جدا 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 ان اكبر خطر على كرسي روسيا المواجه لامريكا هي الصين. خلي بالك من لعبه كبيره جدا بتتلعب. العالم ما عندوش صداقه وعداوه، العالم عنده مصلحه بس هي اللي بتمشي الامور السياسيه في كل هذا العالم.